أنا مريض يا أستاذ حسان. نعم يا عمي توفيق، أنا بحب ساعدك. تفضل. شريف، بهدلني هذا الزلمة. انساه هالشي هلا لحتى تهدى، انساه. سمعت شو قال عنها؟ ما له حق أبدا. هي من أشرف الناس. محرم هالبنت الشريفة الظريفة اللطيفة ينقال عنها ارتست. انت شفتها يا أستاذ حسان؟ اي نعم شفتها على الدرج مع نوار. عم بقول ليش رادت تمشي بسرعة. كانت مضطربة ومتضايقة، بس ما قالت لي انه شافت حدا على الدرج. لك بحلفك بالله انت شفت على وشها شي من يلي حكى نوار؟ ابدا يا عمي توفيق ابدا، بس بدت لي كأنها غريبة عن هالبيت. حسيتها فعلا من مستوى تاني. معك حق، هي فعلا من مستوى تاني ومن بيئة تانية. ريح حالك يا عمي توفيق، هلا ما لازم انت تتعب اعصابك. بدك يعني اعمل لك شيء؟ انزل جيب لك دواء. لا عمو، الله يرضى عليك، الدواء عندي بهالأنينة، اعطيني حبة. هي لك يلا حاضر. وهي حبة. جيب لك مي. ليك المي عندك. اي والله. صحتين. انت طيب يا استاذ حسان، مو مثل هذا نوار زلمه شرير. انا ما بصدق انك تكون صاحبه. معقول انت تكون صديق له؟ الصداقة لها معنى كبير عندي يا عمي توفيق. بعدين علاقتي بنوار الفطين ما ممكن تكون صداقة. صحيح هو عمل معي معروف وجابني لهون لحتى اسكن، بس أنا لحد الآن ما بعرفه منيح. لكن هاجر من أول ما شافته عرفته. جيت لعندي عم ترجف، قالت لي شفت واحد على الدرج وشه مثل الشيطان. أنا بالأول طبعا زعلت من كلامها، لكن عجبني فهمها وحسها. من أول ما شافته عرفته. معقول يا حسان؟ معقول هالملاك ينقال عنها الكلام يلي قاله نوار؟ رح حكيك بصراحة يا عمي توفيق، هي ست من مستوى عالي. ايه فعلا هي من مستوى عالي، وبتجي لعندك لهون بالسر من غير ما حدا يشوفها. ايه مزبوط، هي بتحب ما حدا يشوفها. أكيد، فإذا أي إنسان رح يشوفها رح يسأل 100 سؤال. أنا نفسي استغربت من وجودها هون. طالما هيك ضروري بقى تعرف الحقيقة يا ابني، بس اوعك تسيء الظن فيها. هالملاكة اللي هي صورتها قدامك هي بنتي. بنتك؟ أنا ما كنت حابب إني سألها، ما كنت رايد إنه حدا يعرف سرها، هذا سرها إلها. غريب، بنتك وبتزورك بالسر؟
شوف، هي صورتها كان عمرها 3-4 أشهر. هي هون صورتها عمرها 7 سنين. ماتت امها، تركت لي اياها كان عمرها 7 سنين. كنت ابوها، صرت ابوها وامها. كانت بنتي، صارت بنتي واختي ورفيقتي، صارت كل شي بعمري. أنا كنت أشتغل سواق سيارة خصوصي، كان دخلي محدود، لكن نويت خلي بنتي تعيش أحسن عيشة بحلب. أنا نسيت أقول لك إنه كنا عايشين بحلب. صحيح كنت فقير، لكن قررت إنه عيش بنتي مثل سكان البيوت الغنية. ما كان عندي هدف بحياتي إلا هي، كانت هي أملي الوحيد. هي بنتي بس، ما لي غير. بتكون هاجر، بس لا هاجر اجت وراحت. طبعا شفناها. انا راح افتح الباب. شو القصة يا حسان؟ تركتنا وما عاد رجعت. شو صار لصاحبك؟ مات؟ ما في داعي لتسمع صوتك، الرجال تعبان. هلا لإمتى رح تضل عنده؟ ما بعرف، انا ما بقدر بتركه هو بهالحالة. إيه بس ما اتفقنا على رأي بقضية وصال؟ ايوه هي حالة تانية، بس الرجال شغلني كتير وما من الإنسانية إني أتركه وأمشي. هلا قل لي، أنا غلطت بحقه شيء؟ أنا خايف أقول رأيي وما يعجبك يا أستاذ نوار. لا قول ولا تتردد، نحن أصدقاء وأنا بحب الحق. نورني إذا كنت غلطت. أنت غلطت كتير يا أستاذ نوار. هذا رأيك؟ أي نعم هذا رأيي. تسمح لي دافع عن نفسي؟ يعني بعتقد إنه الوقت ما بيسمح. طيب أنا ما راح دافع عن نفسي، عن إذنك أنا راح فوت أعتذر منه. لا ما في لزوم، الرجال رح ينام، ما في داعي نفتح الموضوع. طيب ما راح أعتذر. قل لي، استناك عن جليل الخانم ولا عندي بالبيت؟ لا ما في داعي تستناني الليلة. شو ناوي تكتب؟ يمكن أقدر أكتب شوي. إذا بكرة الصبح إن شاء الله. من حقك اوعك تقول لصاحبك إني فكرت أعتذر له. طيب مرحبا. بكرة الصبح بس نلتقي راح أخبرك عن حل رائع لمشكلة وصال. لا تتعب حالك. يلا إلى اللقاء. مع السلامة، إلى اللقاء. مين؟ نوار الفطين، صرفته حتى لا يزعجك. عملت منيح. أنا خايف لكون عم أضايقك. تحب أتركك تنام؟ بالعكس يا حسان، بالعكس، أنت أول زلمة بفتح له قلبي وبحكي معه. عود ليش واقف؟ مثل ما عم بحكي لك، إجا هاني وطلب هاجر مني، طلبها على سفر. أنا وافقت غصب عني. لما سافرت صفيت وحدي، رجال كبير والمرض ساكن بجسمي. هاجر كانت الفرحة بقلبي، كانت البسمة بحياتي. لما تزوجت غابت عن عمري. حسان، حط لحالك عشاء، يمكن تلاقي شوية فواكه بالبراد. كمل أرجوك.
ما كنت متخيل بيوم من الأيام إني ربيها وعلمها وكبرها مشان سلمها زوجي مطيعة لواحد دخله 1,000,000 ليرة. مليون؟ مليون. كيف نسيت بيوم من الأيام إن رح تتركني؟ ما إجا ببالي إنه جوزها رح يمنعها إنها تشوفني إلا بالسر. كيف يا عمي توفيق؟ مثل ما قلت لك، لما سافرت هاجر على الشام تركت شغلي أنا ولحقتها. هي ارتاحت وأنا ارتحت كتير بشوفتها، وصرت روح لعندها وزورها واشرب الشاي ببيتها. بيوم من الأيام الحظ لعب لعبته السخيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هذا توفيق شوفير أبو جاسر. مرحبا أستاذ جلال. أهلين. مرحبا. أهلا. شو أبو جاسر هون بالشام؟ لا، أنا تركت الشغل عند أبو جاسر وجيت أعيش هون بالشام جنب بنتي. بنتك متجوزة هون؟ إيه نعم. هاني بيكون صهري. نعم أكرم والله. ما كنا عرفانين. السلام عليكم. والسلام. حضرتك اليوم أسأت لي إساءة كبيرة. أنا؟ ما تأخذني يا سيد هاني، أنا ما كنت قاصد. الرجال سلم علي وأنا رديت السلام. ما كنت متصور إنه الدنيا صغيرة لهالدرجة. بابا شو صار؟ اسمحي لي يا هاجر ما تتدخلي بالموضوع بالمرة. أنا ما حتى أعرف كيف بدي أواجه الناس بعد اليوم. أنو ناس؟ شو بتقصد؟ بريد أعرف شو صار. يلي صار صدفة ملعونة، صدقني صدفة. واحد من معارف أبو جاسر كان هون ببيتك شفته. ليش عم تزل حالك؟ وإذا شافك واحد من معارف أبو جاسر ليش عم تزل حالك وتزلني؟ عفواً هاجر، عفواً. هاي الشغلة ما لها قيمة عندك، لكن بتأثر علي كتير، بتأثر علي وعلى اسمي. كنت تفكر بهالشي قبل ما تتزوجني؟ لما تزوجتك كنت متصور انك راح تتركي ماضيك بحلب. شو عم تقول؟ أنا مالي ماضي يخجل منه. أبي هو أبي، شوفير ولا تاجر أنا ما بتعير فيه، وأبي مو ماضي يرميه وهاي وانساه. هاجر بنتي حبيبتي، ما في داعي لكل هالشي. لا تكبري الموضوع، لا تزعلي جوزك، الله يرضى عليك. انتوا عيشوا حياتكم وانا بعيش حياتي. القضية مو قضيتك يا أبي، أرجوك اتركني افهم منه. أنا ما غشيتك بحياتي اللي كنت عايشتها. أنت قلت إنه الحب عندك فوق كل شيء، وانا ما زلت عند كلمتي. مشان هيك انا بقترح نقفل الموضوع فورا. على أي أساس؟ نتفق على نظام جديد لحياتنا نحن الثلاثة، نظام ما يسبب لي أي مواقف مهينة. يعني قلعك من بيته؟ يعني مو بهالمعنى، بس يا ابني الإنسان بيضل هو الإنسان. بتحب تسمع رأيي بحكايتك بصراحة يا عمي توفيق؟ بس أنا حكايتي يا ابني لسه ما خلصت. رح اقول لك رأيي بصراحة ولا تزعل مني أرجوك. أنا جوز بنتك هذا ما حبيته. ليش لا أزعل؟ أنا كمان ما بحبه. أنت زوجته ملاك، هي اللي حكيت لي عنها ملاك. أنا حسيت إنها هي غريبة ببيتها تماما، مثل ما حسيت أنت وأنت ببيته.
يا الله، شلون فهمت حكايتي قبل ما أخلصها. إيه والله يا ابني، فعلا أنا حسيت إني غريب ببيتها. تصبح على خير يا عمي توفيق. هلا أنا صار لازم أمشي. تريد مني شيء؟ سلامة قلبك يا ابني، تلاقي الخير. تصبح على خير. الله معك. الله يخليك. كتر خيرك. الله يسلمك. صباح الخير استاذ حسان. مرحبا. سمعت دعستك على الدرج، عرفتك. انا حاسة السمع عندي لا تخطئ. موعدنا اليوم ما هيك؟ موعدنا نحن؟ فاهم عليك، بتنسى اوام. عنا موعد اليوم منشان نفكر. نفكر؟ نفكر بشو؟ يا لطيف، اكيد نسيت. ما اتفقنا امبارح انه نقعد سوا اليوم نفكر بقضية جليل خانو؟ ايوه صحيح. انا هلا تذكرت، بس تعبان شوي، كل الليل ما نمت. قضية الرجال شغلتني شوي. معقولة يا حسان؟ معقولة قضية الرجال تشغلنا عن قضية إنسانية كبرى مثل قضية وصال؟ طيب ماشي الحال، عن إذنك أنا عندي هلا شغلة مهمة، بس نرجع بنقعد ونفكر. عظيم، أنا عم بستناك. بالمناسبة لوين رايح؟ إن شاء الله دوراتك اليومية على الشركات والمؤسسات. عن إذنك. موفق إن شاء الله يا حسان. السلام عليكم. صباح الخير. اهلا صديقي حسان، يا اهلين وسهلين. اهلين. ملهم والله ملهم، ناديتك بسري امتى اجيت. يا اهلين حسان، تشرف. اهلين حسان. شو اخبارك بالشام؟ والله مثل ما هي، ما في شيء تغير. رح تتغير باذن الله. عندي لك اخبار ممتازه. خير ان شاء الله. كل خير. من حقك انك تتفائل. هذا يا سيدي عمي حكى مع المدير العام مشانك. ايه وبعدين؟ المدير ابدا استعداد طيب للمساعده، والمحل محجوز مثل ما انك شايف. الاحتمال كبير اذا. طبعا الوظيفه شاغره، وانت الانسان المناسب. طيب في شي شروط او اوراق حتى ادبر حالي؟ لا 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 لا، مجرد طلب بسيط منك، وبعد ما يكتب المدير العام مع الموافقه منجيب الاوراق الثبوتيه المطلوبه. انا ما رح انسى لك هالخدمه ابدا يا اسامه. بالعكس،
أنا بخدم حالي لما بنشتغل سوا. خذ هي ورقة وهي قلم كتب لي هالطلب. استنى، أنا معي قلمي. طبعا الكاتب ما بيصير كاتب إلا إذا كان حامل قلم. بس مع كل هاد أنا اللي رح نقلك صيغة الطلب. اكتب. حددنا موعد كتب الكتاب. صحيح؟ ألف مبروك. إمتى؟ الله يبارك فيك. بعد 15 يوم رح بعزمك على عرسي. شفت صورة نبيلة؟ إيه شفتها طبعا. حلوة مو هيك؟ حلوة كتير. رح تترك لي عنوانك مشان ابعث لك بطاقة الدعوة وقت نقرر موعد الكتاب نهائيا. بتصدق يا حسان، بحبها أكتر من نفسي، وبدونها بحس حالي إني ناقص شيء مهم بحياتي. حكيت لها عنك، انبسطت كتير إنه إلي صديق كاتب. اكتب. السيد المدير العام العام تحية واحترام وبعد. أسامة، ممكن نستعمل التليفون؟ ممكن. لحظة بس. ألو، مرحبا أبو سمرة، خلي لي إياك بدي خط. شكرا. أيوة شكرا. الو نعم. جار أبي؟ نعم أنا. شو القصة؟ صار شي؟ إمتى؟ كان لحاله؟ واليوم ما خفت الأزمة؟ طبعا جاي اليوم أكيد. أرجوك تضل معه، لا تتركه لحاله. شكرا كتير، مع السلامة. شو مين كان على التليفون؟ جار أبي. بتعرفيه؟ لا ما بعرفه، لكن بيعرف أبي وكان عم ينقل لي خبر منه. ها من أبوكي لكن؟ أبي بحالة خطر، منصاب بأزمة. دائما بيصير معه أزمات. ما في حدا عنده. بشو عم بتفكري؟ ما بعرف. أبي بحالة خطر. في عنا موعد مع ناس وخايف نتأخر. لازم يكون جنب أبي. إمتى هلأ؟ ما في حدا يساعده. الناس حضروا لنا الغداء وما عنا أي وقت لنعتذر. هاني، ليش ما بتروح لوحدك وبتعتذر عني؟ يا عيني هاد رح يكون إهانة إلهن. أنا ما بحب هاي نهى مرت رفيقك، وما رح أجاملها على حساب أبي. لاقي لك شي عذر. بترجاكي ما تجاملي أبوكي على حسابي. أنا بعرفك أنت ما بتحب أبي، لكن ما بتقدر تمنعني عنه. عيني أنا ما بمنعك عنه، لكن العلاقات الاجتماعية تقاليد أنا حريص عليها، ولازم أنت كمان تحرصي عليها. أبي موجوع يا هاني ولوحده، خلينا نفكر فيه شوي. بإمكانك تروحي لعنده بعد الزيارة. هالزيارة ما رح تخلص للمساء. إذا بتروحي لعنده المساء. أنا ما عندي رغبة زور الناس. لكني اتفقت معهم. بس أنت ما سألتني رأيي.
رأيك ما راح يغير شيء هلا. أنا نكرة بهالبيت، أنا ولا شي هون. أنت عم تهيني، عم تجبرني روح آكل عند ناس أنا ما بحبهم، وعم تحرم أبي مني. بعد ما نخلص هالزيارة رح اترك لك سيارة توصلك لبيت ابوك، ساعة ساعتين. هاجر، هاجر حبيبتي، ما رح تحرجيني قدام الناس، ما هيك؟ وتقبلوا تحياتي واحترامي واحترامي واحترامي. وقع هون وخلي الاسم واضح. طيب. اكتب لهم عنوانك، يمكن يحتاجوا له. وين؟ هون. طيب. دمشق الحارة. ايوه تمام. هات لشوف. تفضل. ايوه الكتابة الرسمية مختلفة عن الكتابة للمسرح. هذا طلب راسخ ومدعوم ورح يقبلوه أكيد. المهم جهدك أنت يا أسامة. المهم جهد عمي. وعدني إنه يخلي هالطلب موضوع اهتمام المدير العام الشخصي. المدير العام مسافر هلا لأبو ظبي، ما رح يطول أكثر من أسبوع. بس يرجع بنعرض عليه الطلب. كون مطمن واشرب لي كاسة هالشاي قبل ما تبرد. حسان، رح بنقل عنوانك من هون لمفكرتي مشان زورك وأعزمك على عرسي. بيسعدني كتير إنك تزورني طبعا. رح زورك أكيد. شو عم تستناني على الدرج؟ لا، شفتك من الشباك، قمت نزلت لشوفك. أكيد في شيء مهم. طبعا في غدا طيب. غدا؟ لمين؟ لك انت. إلي أنا؟ فين يعني؟ بأفخم مطعم بالشام. والله هالشيء غريب. ما قلت لك اني انا رجل مفاجآت؟ لازم تتوقع مني الكثير. يعني بفهم من هالشيء إنه حضرتك عازمني على الغداء. طبعا ما راح اعزم حالي على حسابك. ليش؟ ليش أنت عم تهتم فيني؟ شو المناسبة مثلا؟ عيد ميلادك؟ لا، اليوم عيد ميلاد صداقة. انت لحد هاللحظة ما حملت لي اي صداقة، وانا بريد انه هالصداقة تنولد. والله يا أستاذ نوار أنا ما عم أفهم شيء أبدا. صح، من شان هيك قررت ادعيك اليوم على الغداء بأفخم مطاعم البلد، وراح اضل اعزمك حتى تفهمني، وحتى تعرف اني انا نوار الفطين رجل يعتمد عليه، وحتى تعرف اني مخلص بمساعدة اصدقائي. بريد هالحقيقة بس تدخل لعقلك. لا معلش أنا تعبان وعندي غدا بكفيني. وانا كمان في غدا ببيت مدام جليلة إلي، لكني حابب اليوم اتغدى معك. على فكرة جليلة خانم ما بتتغدى بلاي، وبتزعل كتير اذا ما تغديت معها. ما بعرف شو ناقصنا حتى نتجوز. تعال معي دقيقة. أهلا وسهلا، تفضلوا شرفوا. اعذريني يا مدام، انا ورفيقي رح نتغدى اليوم برات البيت. شو ها؟ مو معقول، اليوم عملت لك أكلة طيبة كتير وبتحبها. معلش بتعشى منها. كنت حابة الأستاذ حسان يتغدى معنا. شكرا يا مدام. عفوا. معلش الايام بيناتنا ما راح يفلت من ايدينا. طيب أنا عن إذنك رح أطلع غير ثيابي وبرجع بشوفك.
على فكرة مدام، ما تنسي تخصمي غدا اليوم من حسابي. طبعا مو معقول حاسبك بالغداء يا استاذ نوار. كل شيء بحسابه. بحب صوري. ما في ببيتي إلا صورك. حبيت لك هالصورة، صورة هاجر، المدام هاجر، ورح تقعد بجنبك هون. والله بنبسط وقت بتجي لعندي، هالشي بيخليني أحس إنك بنتي. بابا لازم تنسى اللي صار بينك وبين هاني. لازم أنسى، عندك حق، راح أنساه. أنا مو هاممني كل اللي صار، أنا كل همي إنك تكوني أنتي مبسوطة بعيشتك. على كل حال شو صار؟ ما صار شي. هل أنا خجلته قدام الناس؟ فعلا مظبوط، أنا خجلته، هو ما عم يكذب. بابا هلا أنت عم تصدق هالكلام؟ هاني جرحنا يا بابا، جرحنا أنا وأنت، أنت بتعرف هالشي منيح. بس لو ما زرتك بهداك اليوم ما كان صار هالشي. أنا اللي غلطت. ما عاد حابة حياتي بهداك البيت. لا يا هاجر، عم تموتيني بهالحكي. ليش عم تحمليني الذنب؟ أنا عرفان حالي إني غلطت، بس أنت لا تزيدي عذابي. كنت حابة حياتنا ببيتنا، ما كان في حدا يجرح كرامتي، والناس اللي حوالينا كلهم بيحبونا وبيحترمونا. وهاني بيحبك يا هاجر، زوجك بيحبك. أنا نسيني. تعرفي ما كان لازم اترك حلب، أنا نسيني. وهلأ من الأفضل إنه ما زورك بالبيت ولا أدخل بيتك أبداً. ما راح أسمح لنفسي إني نقص حياتك مرة تانية أبداً. بموت إذا ما شفتك يا بابا. أنت لا تنقطعي عني، تعي لعندي دائماً مثل اليوم. بتعذب كثير يا بابا إذا أنت ما أجيت لعندي. تعي لعندي أنت، سرقي من وقتك ساعة، هالساعة هي خليها إلي. ما رح أطلب منك أكتر من ساعة، ساعة واحدة بتكفيني. استاذ حسان، انت ما عم تاكل؟ كنت عم اطلع على الناس شوي. حلو الواحد يطلع على الناس، لكن الاحلى انه ياكل. انا ما بيجي لهون الا بالمناسبات المهمه، ونحن اليوم قدام مناسبه مهمه. نحن اليوم رح نتفق على صداقه بتساوي ملايين الليرات. تعرف انا شايف لك مستقبل رائع قدام عيوني، مستقبل مشرق. ما رح تاكل الا بهالمحلات هي. هيك؟ لا لا لا، هيك
يا سلام يا سلام. اكوام من المصاري. هون وين ما وجهت نظرك رح تشوف مصاري. المصاري شيء رائع، شيء بديع. ايوه بس ما المصاري اللي شاغل لي بالي هلا؟ طيب والنسوان؟ مو شاغل بالك النسوان؟ طبعا ما في شاب الا وبيتمنى لنفسه وحده. زوجة؟ ايه زوجة. شايف الرجال اللي قاعد هنيك؟ شو رايك بالست اللي قاعده معه؟ حلوة. انت بتعتقد انه بيستاهلها؟ يعني انا ما بعرف، ما بقدر بحكم عن الناس من بعيد لبعيد. يا سيدي انا بحكم وبقدر اقول بكل بساطه انه ما بيستاهلها. هو مشتريها الشري. انا متاكد انه مشتريها بشي مليونين ليره. يعني انا عادة ما بفكر اني انا اشتري مرة، ممكن افكر اني احبها وتحبني. خيالي. انت رجل خيالي، بتفكر بالمرأة يعني مثل ما بتفكر بالمجد عن طريق الفن. الخيال جميل يا صديقي حسان، مثل الخمر بيسكر لكنه بيشل. الخيال ما بيصنع انسان. المصاري، الفلوس، الذهب هي اللي بتساوي الزلمة. الانسان بيحارب هلا بالمصاري مو بالسيف. ما في مجال ابدا انك تحكي معي بالحرب. انا من ناحيتي ما بدي حارب حدا ابدا. طيب بدي اسالك، شو بيخلي مرة حلوة تحبك؟ مسرحية حلوة كتبتها؟ اسمع مني، انا رجال مجرب. 10 مسرحيات على بعضهم ما بيعادلوا 10 فاخر بمحل فاخر مثلها. لا تزعل مني، كمل اكلك. انا بعتقد اني هلا صرت افهم عليك. كيف؟ يعني احيانا بسأل نفسي سؤال، شو بيشتغل الاستاذ نوار؟ صحيح يا ترى شو بيشتغل الاستاذ نوار؟ بالافكار. الافكار هي شغلتي. ما تستغرب، ما في شيء بيجيب القوة يعني المصاري مثل الافكار الكبيرة. خلينا نرجع لموضوعنا. شو رأيك بوصال؟ وصال شبه؟ شو رأيك فيها؟ يعني بنت حلوة وطيبة. انت لاحظت انه عندها قصور عقلي؟ بالعكس انا بشوفها ملاك ما تلوت. بعدين ارجوك يا استاذ نوار ما تناقشني بهذا الموضوع. هذا رأي واحد خيالي، بس الحقيقة انه البنت هبلة. بس من حق وصال المسكينة البائسة الهبلة انها ترت ابوها اذا مات. 30 مليون ليرة حصتها على القليل. تعرف شو هذا المليون؟ المليون يعني واحد وجنب منه 6 صفار. ايوه بعرفه. وبعدين؟ ايه بقى اضربه ب30. 30 مليون ليرة حقوق هالبنت، ومع هيك عايشة مثل خدامة. هلا مين بيقبل يتزوج وصال الحلوة بحالتها هلا؟ ولا واحد. انت مثلا بتقبل تتزوجها؟ لكن تصور معي لو وصال ورثت بالفعل اموالها من ابوها. بقصد لو ورثت 30 مليون ليرة. تخيل كم شاب بهالبلد رح يرقد وراها ويلحش حاله على رجليها. المصاري يا حسان، المصاري مثل خاتم المارد يلي بيلبي لك كل طلباتك. انا حاسس بشوية ضيق بنفسي. خلصت اكلك؟ ايه نعم خلصت. طيب انا يعني بحب نمشي. رح نمشي بس ما رح نروح بتاكسي. رح نتمشى ورح اشوفك شيء يطير لك عقلك، يدهشك. صدقني والله يا استاذ نوار من اول ما عرفتك لهلا وانا مدهوش. يا مات الحساب لو سمحت. نحن بعدنا كثير عن البيت، وانا بصراحه ماني فهمان ليش جايبني لهون. خايف؟ لا من شو بدي خاف، بس انت جبتني لمكان غريب وبعيد ومن حقي اني اسال. يا سيدي اطمن، وصلنا.
لوين؟ لهالفيلا. طيب بس نحن شو علاقتنا بهالفيلا؟ تأملها منيح. شو رأيك فيها؟ رائعة. بتعرف مين صاحبها؟ لا. مين؟ أبو وصال. ايه بس انا لهلا ما عم بقدر بفهم، يعني انت ليش جايبني لهون؟ انت انسان خيالي، وانا حبيت اغني خيالك بهيك شوفي. ما في انسان طموح بهالدنيا الا وبخياله في قصر مثل هالقصر. الا انا شخصيا ما في بخيالي هيك قصر ابدا. اذا اسمح لي اقول لك، انت خيالك قاصر محدود. شوف يا استاذ نوار، انا بقدر بتضايق اني ذكي نوعا ما. حتى الان انا فهمت انك انت عم تلف وتدور حوالين فكره معينه انا ما عم بفهمها. بتقدر تقول لي شو قصدك من ورا كل هالشي؟ وصال بنت درويشة بكل معنى الكلمة، عقل صغير قد عقل العصفور، ما بتعرف بالدنيا إلا تساوي قهوة وشاي وتطرس. بكل بساطة يلي بده يتزوجها رح يملك كل شي بتملكه هي مع هالقصر البديع هاد. يعني بقدر بفهم من هالشي انك انت ناوي تتزوج وصال. انا؟ يا ريت، يا ريت لو كنت بعمرك يمكن كنت اقدر اكسب قلبها، يمكن كنت تفكر اني اتزوجها، لكني مو بعمرك، انا رجال كبير، وبعدين ناوي سافر سفرة بعيدة وماني حاطط بذهني اني اتزوج هلا. اذا ما في داعي لهالوقفة، انا بفضل انه امشي، انا تعبان. اسمعني يا حسان، انت ما بتعرف قديش انا بحبك. انا بحبك مثل ابن الي، مثل اخ، وحابب اخدمك. اذا صحيح حابب تخدمني قل لي على الاقل شو بدك مني. بدي منك تتزوج وصال. انت بتشوفها ملاك، ليش ما تتزوجها؟ انا اتزوج وصال؟ كيف؟ هيك، هي بتحبك وانت بتحبها. ايه؟ طيب وبعدين؟ شو بتقصد بكلمة وبعدين؟ بعدين يعني بعد ما اتزوجها شو لازم ساوي؟ بتكسب جبل من المصاري، وقتها بتقدر تساعد امك الطيبة واختك المسكينة يلي باعت اساورها من شانك، وطبعا ما راح تنسى كمان صديقك المخلص نوار الفطين. هذا اقتراح منك ولا خطة حابب تنفذها؟ لا، اقتراح، بس من شان تنفيذه لابد من خطة نوضبها. بس يلي انا بعرفه انه ابوه لوصال ما بده اياها، ولا بده اياها ترجع البيت لعنده. بهيك حالة لا يمكن يجوزها لواحد رجال بطال مثلي، وهيك بصير قصة الزواج ما لها معنى. اسمح لي اقول لك، انا ماني متشائم مثلك. يعني حضرتك درست الموضوع ورسمت له خطة؟ انا ما راح اكذب عليك، هي لساتها فكرة براسي، بس اكيد راح الاقي حل، اكيد. انا ما بعرف الطريق المسدود. على كل حال رسم الخطة انت مالك علاقة فيه، انت المطلوب منك بس انك تتزوج وصال. مو المهم انك تحبها، انا بعرف انه هذا امر يمكن يكون صعب شوي، بس ضروري كتير تخليها هي تحبك، وسهل جدا انه وصال تحبك، وبعدين بتتزوجها. يعني بدك يعني يمثل الحب عليها وخليها تحبني؟ انت ابن مسرح وبتفهم بهالشغلات، بس المهم انه يتم الزواج قبل ما يتنازل ابوها عن الملايين لابنه. انت ترك الشغل علي، انا المسؤول. انا ما راح اخلي هالملايين تهرب منك، صدقني ما راح اخليها تضيع. هلا بلشت افهم الموضوع.
هذا أفضل. لكن أنا حابب أعرف أنت شو ناوي تعمل بالضبط؟ خدها من رجل مجرب. إذا بدك تصل للثروة والمجد بسرعة لازم تضرب ضربة كبيرة، وإذا لا راح تقضي كل عمرك تزحف على بطنك. هي لكن ضربة كبيرة؟ هي فرصتك يا حسان، فرصتك لتضرب ضربتك الكبيرة. أنا حاسس إنه في براسك خطة حقيرة، خطة ماني رايد أفهم تفاصيلها أبداً. هي من غير شك خطة شيطانية، لأني رايد أعرفها ولا إني رايد أعرفك. طيب وطي صوتك، في شرطي جاي. كنت مفكر إنك رجال قوي وشجاع، لكن يا خسارة مانك أكتر من ريفي حليوة راسه مليان أحلام أكبر من جسمه. واقف هون، أنت إلك درب وأنا إلي درب. لا يمكن أنا وأنت نمشي بنفس الطريق. أنا لا بريد صداقتك ولا بريد أعرفك. بعدين لازم تعرف يا حضرة الزكي إني أنا حاسس إنه الشيطان موجود تحت ثيابك. هذا الشيء عرفته من أول مرة شفتك فيها. لازم تعرف إنه أنا طموح، بس طموحاتي إلى طريق آخر. أنا بحذرك من إنك تمد إيدك على البنت وصال. اوعك تمسها. ولد أهوج، مع هيك بيضل صديقي. نولد أبرياء، نولد أطهارا كالملائكة، ومن أثير الفردوس نهبط إلى وحل الأرض، فيتلوث صفاؤنا ويتلطخ فينا النقاء. لا تصدق انه بابا ما بيحبني. بابا بيحبني. بابا بيبعت لي مصاري كل شهر وانا بحبه. بس هو عم بيقول انه ابوكي ما بريد يشوفك ابدا. قلت له انه ابي ما بيحبني. استاذ حسان، صباح الخير. صباح الخير يا وصال. استاذ حسان، انا ما بحب تحاكموا ابي. فهمت عليك يا وصال، انت ما بتحبي حدا يسيء لابوكي بالمحكمة. صحيح، انا ما بحب ابي يكرهني. ابي رح يكرهني اذا حاكمته. فعلا يا وصال، لو انت رفعتي دعوة على ابوكي رح يكرهك، بس انا بتصوري ان ابوكي بيحبك. تقصد ما بيحبني؟ ما بعرف، انا بصراحة ما بقدر بعطي رأيي بهالقضية، بس لانه انا ما بعرف ابوكي. بوعدك يا وصال اني ما اتدخل بهالموضوع حتى لا تتضايقي. انا بكره عمو نوار. كويس كتير، بس انا لا تكرهيني كمان. ما رح اكرهك. شكرا يا وصال، شكرا. مع السلامة. بخاطرك يا وصال. إنه خيار لا يصمد أمامه إلا النادر من بني البشر، أولئك الذين يضحون كي يحافظوا على طهارة الملائكة بداخلهم. حتى الآن استطعت أن أصمد، لكن الفقر وحش فاغر الفم يعض بأنيابه على عصب الإرادة، وينهش ببراثنه الجوهر النقي للإنسان. ترى إلى متى أستطيع الصمود؟ إلى متى أستطيع الصمود؟ إلى متى؟ وب